هل تعلم أن مصيرك كله قد يحسم في ساعتين فقط؟ نعم، لا تتعجب، ساعة عند بداية صباحك وساعة عند نهاية ليلك. هاتان الساعتان إما تصنعان منك بطلا يحلق فوق أحلامه، أو إنسانا يذوب وسط الزحام بلا قيمة. الاختيار بين يديك، لكن التحدي الحقيقي هو: هل ستنتصر على نفسك؟ دعنا نرى. معكم محمود أحمد في قناة محتوى مفيد، حيث الكل يستفيد. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك لكي لا يفوتك الكثير. كان هناك شاب يدعى عمر يعيش في مدينة صاخبة. كل يوم يتكرر نفس المشهد: يستيقظ متأخرا متساقلا، يمد يده إلى هاتفه ليغرق في الرسائل والمقاطع، يخرج من بيته مهرولا، عقله مشوش وقلبه مثقل بالكسل. وفي الليل يجلس أمام شاشته حتى تغلبه عينيه لينام بلا هدف ولا إنجاز. كان يشعر أن أيامه تسير بلا معنى، وأن أحلامه العظيمة تدفن في رمال التسويف. في إحدى الأمسيات جلس عمر متعبا بجوار والده الذي لاحظ شروده، فقال له بصوت هادئ لكنه عميق: يا بني، حياتك كلها تبنى على ساعات قليلة. أول ساعة من يومك تحدد اتجاهه، وآخر ساعة قبل نومك تحدد مصيرك كله. ساعتان فقط. تجمدت الكلمات في أذن عمر، ظل يرددها داخله: هل يمكن أن تغير حياتي؟ قرر عمر أن يجرب في الصباح التالي. بدلا من الإمساك بالهاتف، شرب كوب ماء بارد أعاد إليه الحياة. مارس بعض التمارين التي أنعشت قلبه، فتح دفترا جديدا وكتب فيه أهدافي لهذا اليوم. وفي آخر ساعة من يومه أغلق الهاتف ووضعه بعيدا. جلس بهدوء يكتب: ماذا تعلمت اليوم؟ ما الشيء الذي أشكر الله عليه؟ نام مبتسما لأول مرة منذ شهور. لكن لم يكن الأمر سهلا. في بعض الأيام كان الكسل يصرخ بداخله: نم قليلا، لا بأس أن تؤجل، لن يتغير شيء. وفي أيام أخرى كان ينهزم ويعود لعاداته القديمة، إلى أن التقى صديقه الناجح يوسف. كان يوسف مختلفا، مشرق الوجه، قوي العزيمة، مليء بالإنجازات. فسأله عمر بفضول: يوسف، ما سر نجاحك؟ ما الذي يجعلك مختلف عني؟ يوسف وهو يبتسم: السر يا صديقي ليس في عدد ساعات العمل، بل في الساعتين الذهبيتين. أول ساعة عند الصباح، وآخر ساعة قبل النوم. إن ملكتهما ملكت يومك، وإن ملكت يومك ملكت حياتك. تلك الليلة عاد عمر وهو يشتعل حماسة. أعد خطة محكمة، وضع المنبه بعيدا عن سريره حتى ينهض مجبرا. حضر كتابا صغيرا يقرأ منه 10 دقائق كل صباح. جهز دفترا ليكتب فيه إنجازاته قبل النوم. وفي صباح اليوم التالي عندما رن المنبه، حاول عقله أن يخدعه: نم 5 دقائق أخرى. لكن قلبه صاح: إنها معركتك يا عمر، انتصر الآن. فنهض بقوة وبدأ يومه بتمارين وابتسامة ودفتر مليء بالأهداف. شعر وأن الكون بأسره يفتح له أبوابه. مرت الأيام ثم الأسابيع ثم الشهور. لم يعد عمر ذلك الشاب الكسول، صار أكثر قوة. انطلق في مشروعه الخاص وأصبح مثالا يلهم من حوله. في إحدى الليالي وقف عمر عند نافذته ينظر إلى القمر، وقال لنفسه بصوت واثق: كل ما احتجته لم يكن أكثر من ساعتين. ساعة أبدأ بها يومي كقائد، وساعة أنهي بها يومي كحكيم. الآن أعرف أن النجاح ليس سرا بل قرارا. ومنذ ذلك اليوم صار يوصي كل من يقابله: امتلك أول ساعة من يومك، وامتلك آخر ساعة من ليلك، وستمتلك حياتك كلها. أول ساعة بعد الاستيقاظ وآخر ساعة قبل النوم هما سر التحول العظيم في حياتك. سيطرتك عليهما تعني سيطرتك على مصيرك. فاعلم يا صديقي أنهم مهمين جدا، الساعتين في بداية يومك وفي نهايته. الآن نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. اهتم بتلك الساعتين يا صديقي، فهما يحددان هدفك وطريقة استغلالك لليوم. نراكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة.